اليوم راح اعلمكم شلون تغيرون شكل اي لاعب عادي بلعبة بيس 21 الى شكل واقعي، مثل شكل مهند علي. اذا قاعد تلاحظونه شكل واقعي ومثل الحقيقة. هذا مهند علي كان شكل مو واقعي، شكل يعني عادي مثل هذا الشكل، يعني شكل اصطناعي وغيرته. وهذا الشكل يا شباب كلش واقعي وكلش حلو، يسوي لك يعني واهس تلعب اللعبة. شوفكم شكل ايمن حسين، ايضا شكل الجديد اللي هو مال هاي اخر سنوات، اتوقع هذا الشكل مال 2025. شكل ايمن حسين يا شباب حقيقي، وكان ما موجود اصلا، ما مسوين وجوه اللاعبين. واني نزلت ملف وضفته بالسايدر. نسيت اقول لكم لازم يكون عندك سايدر حتى تقدر تشغله الوجوه. اكو فيديوهات تشرح شلون تنزل السايدر وتستخدم السايدر. ضفت وجه همام طارق، ايضا شكل حقيقي ومثل الواقع يا شباب. هذا همام طارق حتى شعره طويل. عندك زيدان اقبال مثل ما قاعد تشوفونه، هم شكل واقعي. اذا تدرون عمر عبد الرحمن اللاعب الاماراتي لاعب العين ما موجود ببيس 2021، لكن هم ضفت له ملف ونزلت وجهه. هذا وجهه يا شباب، هو اصلا ما موجود باللعبه وما ماخذين حقوقه مثل الاجزاء السابقه. كان موجود هو بيس 2018 وبيس 2019 وال20، بس هو انصاب بال21 وما ضافوه، حتى اسمه وهاي ما ضايفينه. فانا سويت له معلومات، ضفت شكله. هذا شكله الواقعي يا شباب، وضفته ويا العين الاماراتي. انا من اكثر الاشخاص اللي يحبون عمر عبد الرحمن. ضفت وجه سفيان رحيمي هم، بس ضفته هنا بهذا الفرق. اول شيء هو ما موجود باللعبه، ثاني شيء هذول الواعيب الما معروفين عندهم اي دي. هذا الاي دي بس تخلي على الملف مال الوجه راسا راح يتغير الوجه مال هذول الواعيب. هذول الواعيب الموجودين المنتخبات الاي دي مالهم راح يكون طويل من ارقام كثيره، يعني من 6 ارقام وفوق، من 5 ارقام وفوق. تضيف الوجه على هذا الاي دي ما راح يشتغل. فاحسن طريقه جبت اوجه الهذن الفرق حتى يشتغل الوجه. هذا وجه سفيان رحيمي اللاعب المغربي لاعب العين. بعدني بس انطيه معلومات اسم وقوه ومركز وانقله للعين. ضفت اكثر لاعب احبه من بعد عمر عبد الرحمن اللي هو احمد يحيى الحجاج. اذا تعرفونه تواجد بكاس اسيا هذا اخر سنه ويا المنتخب العراق. هذا وجهه، هو اصلا ما موجود بال21. ضفت وجهه، ناقصني بعد بس اكمل معلوماته، بعدني ما منطي اسم. اوكي هذا وجه الحقيقي يا شباب، شكل كلش واقعي. بعدني بس انطي مثل ما قلت لكم معلومات وقوه وهاي السؤال. اليوم راح اعلمكم شلون تضيفون اي وجه داخل اللعبه. اول شيء راح تطلع تغلق اللعبه نهائيا. ليش نغلق اللعبة؟ على مود الوجه يشتغل وياك بدون مشاكل. اذا ما غلقت اللعبة راح تصير مشاكل بالوجه، وراح تضطر تعيد مرة ثانية تثبيت الوجه على معرف اللاعب او يتغير معرف اللاعب. تسوي كويت جيم، تطلع من اللعبة نهائيا. ثاني شيء راح تجي على الجوجل وتكتب بيس ماستر. شنو هذا الموقع يا حيدر؟ هذا الموقع تجيب الاي دي من عنده، يعني اي دي وتخليه على الوجه ويشتغل. انا استخدم جزء 21. اذا تريد غير اجزاء تجي على جيمز، وهاي جميع الاجزاء. انا جي على 21 اروح على كل الدوريات. راح نجيب معرف مال اللاعبين ما معروفين من هذا الدوري على اي فريق. مثلا هذا الفريق اللي خلينا به سفيان رحيمي واشتغل. طبعا انا اول شيء اريد اضيف وجه جلال حسن الحارس العراقي. نجي على الحراس مال الفريق، مثلا نشوف هذا اول حارس. هذا المعرف مال اللاعب مكون من 5 ارقام، واذا ما اشتغل على هذا المعرف نغير على غير لاعب وناخذ المعرف. اول شيء تسوي تاخذ المعرف مال اللاعب تنسخه. ثاني شيء راح تروح للملف مال اللاعب. مثلا انا هذا ملف جلال حسن هاشم، طب علي نسيت اقول لكم. تجي على اللايف السي بي كي تسوي ملف اسمه فيسز، نفس هاي الكتابه حلو. طب علي داخل ملف فيسز تسوي مجله جديد وتسميه اسيت. داخل مجله اسيت ايضا تسوي مجله وتسميه موديل. داخل مجله موديل تسوي ملف جديد وتسميه كاركتر. داخل مجله كاركتر تسوي مجله اسمه فيس. داخل مجله فيس تسوي مجله جديد اسمه ريال. هذا اخر مجلد راح يكون مثل ما قاعد تشوفون. هذول الملفات هذني الاوجه ومخلي عليهن انا الاي دي. نروح هذا ملف جلال حسن، او انت غير لاعب عندك مثلا كريستيانو تريد تغير وجهه، تدخل على ملفه او غير كريستيانو وتسحب ملفه وتخليه مجلد ريال. رأسا على السريع انت راح تغير معرف اللاعب، تسويه على هذا المعرف الجديد. ونسخته اي هذا حلو. هذا المعرف اللاعب الجديد. تدخل على الملف، تدخل على وين. طبعا اذا اجاك بهذا الشكل يعني الوجه بعده ما مثبت. حلو يا شباب، ايش راح تسوي؟ تجي على هذا اول ملف، تدوس عليه كليك يمين اوبن وذ. تحتاج ملف جي زد اس حتى تقدرون تثبتون وجه اللاعب. تدوس عليه. بعد ما دست عليه جنك ملفين، يعني تثبت الوجه. تدخل على الملف الاول، جنك 3 ملفات. بس ايش راح نسوي؟ راح نغير الاي دي القديم الى الاي دي الجديد الى هذا الاي دي. حلو يا شباب، حتى يشتغل الوجه. تجي على هذا الملف الثاني كليك يمين اوبن وذ. تحتاج برنامج ثاني اللي هو اسمه اتش اكس دي. راح اخلي لكم ملفات البرامج بالوصف.
تدخل عليه راح تروح على كلمة سيرش، تدخل على ثاني خيار اللي هو اسمه ريبليس. بالفراغ الاول راح تخلي ايدي اللاعب القديم اللي هو هذا ايدي جلال حسن القديم، هذا الايدي الاصلي مال اللاعب. هسه راح نجيب ايدي اللاعب هذا اللي نريد نغير شكله ويكون الشكل ينجح ويشتغل، نخليه هنا. بعد ما سويت هاي تخلي هذا الخيار على ال، سوي ريبليس ال. اذا طلعت لك هاي يعني نجح. وتغير الايدي، تغير ايدي الوجه على هذا الايدي الجديد، تجي على فايل وتدوس سيف وتطلع من هذه العلامة. نجي مرة ثانية على هذا الملف الثالث، ايضا نفس الطريقة يا شبابنا، سيرش ريبليس، تخلي معرف اللاعب الاصلي 45971، تجيب المعرف الجديد للوجه اللي هو هذا، تجيب المعرف مثل ما قلت لكم يكون معرف 5 ارقام واقل، نخلي معرف اللاعب الجديد هنا. تجي تخلي على ال وريبليس ال، طلعت لك هاي العلامة يعني المعرف الجديد صار، المعرف الجديد للوجه. تدوس على فايل وسيف تطلع من هاي العلامة، ترجع على الملف تلقى يرجنك هذني يم هذن الملفات اللي غيرنا الاي دي مالهن. هذن ايش راح تسوي لهن؟ تمسحهن، تسوي لهن ديليت، ترجع على هذا الملفات بالبداية، تجي على هذا الملف، هذا الملف الصاير ثالث واحد اللي هو هاي يم علامة مال جوجل، تسوي له تحديث، كليك يمين اوبن وذ وتدوس على هذا البرنامج. هذا الشكل يعني تحدث وياك الوجه وصار على الاي دي الجديد مال هذا اللاعب. يعني شوفوا هذا اللاعب صار الوجه عليه على الاي دي مالته. راح تروح على اللعبة وتفتحها من خلال السايدر. راح تفتح السايدر اول شيء. من ينفتح السايدر افتح اللعبة. انا بهذا الملف مال السايدر اذا قاعد تشوفونه مخلي بس افتح السايدر تنفتح اللعبة، يعني مخلي بالستارت جيم مجلد اللعبة هنا. راح نروح على اللاعب اللي غيرنا شكله، اللي اخذنا من عنده الاي دي اللي هو موجود بهذا الدوري مال لاعب الوهميين. بهذا الدوري ننزل على الفريق اللي هو هذا ونروح على الحارس اللي هو اسمه بيرسون. هذا شكل جلال حسن واشتغل ويانا يا شباب، مثل ما قاعد تشوفونه شكل واقعي، وشكله الحالي شكله الموجود بالحقيقة مثل ما قاعد تشوفونه كلش حلو. هسه انت ناقصك بس تكمل هذين المعلومات، يعني تكمل الاسم، تكتب هنا جلال حسن وهنا جلال حسن، العمر اتوقع هسه 30 ما ادري ايش قد، تخلي جنسيته العراق، حارس وهاي المراكز اللي يلعب بها غير الحارس، وهنا القوة. راح انطيك طريقة بسيطة يعني توفر عليك وقت شوية. اول شيء تروح على لاعب تريد تاخذ القوة مالته، يعني تاخذ بس هذني القوات مالته. المهم مثلا هذا اللاعب قوته 70، مثلا هو يسرى تخليه يمنه. الاسم سهل يعني شيء بسيط تقدر تغيره. راح نروح ننسخ شكل الحارس، مثلا عندنا شكل جلال حسن، احنا ما انطيناه قوة بس انطيناه شكل، خلينا له شكل للحارس. راح تجيب الشكل هذا شكل جلال حسن، راح تروح تنسخ بس شكله. هسه ننسخ كل شيء مو بس شكله، ننسخ كل شيء. بس ايش راح تسوي؟ راح ترجع الاشياء مال الحارس الاصلي. تجي على الاسم مثلا تدوس مثلث ويس، شوفوا رجعنا هذني. تجي على القوة، هو كان 70 صار 63، تجي هنا تطب على القوة تدوس مثلث تدوس يس، مثل ما قاعد تشوفون رجعن كلهن. وهسه صار 70. هذن هم نسويهن السمات مال الحارس الاصلي، تطب على شو اسمه الطول تدوس مثلث ويس. شوفوا يا شباب رجعن مال الحارس الاصلي اللي اخذنا القوة مالته. هذني مال ملابس عادي هم مسويهن بطريقك، هذن الحركة هم مسويهن اذا تريد. شوفوا اخذنا بس القوة مال الحارس اللي هو كان هنا، بس القوة بس شكله غيرناه ورجعناه الى الاسم والقوة. هاي طريقة راح توفر عليك وقت